في أول تعليق لمحمد أبو تريكة على انضمام تريزيجيه للنادي الأهلي 5 مواسم، حيث قال أبو تريكة في تصريحاته: صفقة قوية جدا للنادي الأهلي، واللي زادها قوة إن تريزيجيه لسه في الفورمة وقادر يدي الأهلي 5 سنين كمان بالفعل، وجودته أحسن من أي وينج محلي الأهلي ممكن يجري وراه. وأكد الأرقام العجيبة اللي بتطلب في البنوبي وزيكو هتكون أولى لو راحت لواحد زي تريزيجيه قادر يقدم حلول متنوعة ومختلفة تعزز عشرات المرات من قوة خط هجوم النادي الأهلي. الصفقة دي مفاجأة لأسباب كتير، منها اللي محدش كان حاسب لها حاجة خالص، والسوشيال ميديا كلها بتقول إن بن شرقي الأقرب للنادي الأهلي، بجانب إن تريزيجيه كانت كل المؤشرات بتقول إنه قاعد بره ومكمل. شغل ضخم قوي من إدارة النادي الأهلي بصراحة، في 10 أيام بس خلصوا صفقات كتير واشتغلوا كمان للموسم الجديد بصفقة تريزيجيه، ودي لوحدها مؤشر على اجتهاد إداري ضخم في إدارة النادي الأهلي. ما عنديش فكرة هل ده ليه علاقة ببن شرقي ولا لأ، بس لو بن شرقي كمان جاي الأهلي يبقى ماستر ليج رسمي في النادي الأهلي. وعلق محمد أبو تريكة أيضا على طبعا خبر رحيل علي معلول من النادي الأهلي، حيث قال أبو تريكة: المحترفين اللي بيدخلوا مصر ويسيبوا أثر في قلوب المشجعين حقيقي بيتعدوا على الأصابع، وبيكونوا عملة نادرة مستحيل تعوضها. معلول بالنسبة لي واحد من أفضل المحترفين اللي شفتهم في مصر، وقدم مستويات من الجودة محدش لحد دلوقتي قادر يكررها. المنتج اللي خرج من قدم معلول اليسرى صعب جدا إعادة استنساخه من جديد، وده اللي بيصنع منه لاعب استثنائي مالوش شبيه. استمتعت جدا بمشاهدة أحد أفضل الأظهرة في القارة في العقد الأخير. الشابتر الأخير أو الجزء الأخير في الرحلة بيتكتب، ولكن السيرة أطول من العمر يا علي يا معلول.